السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيفكم اليوم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. شو كان غدا اليوم وكيف قضينا نهارنا؟ كالعادة أول شي بعمله إني بنزل على الأرض لحتى يجيب شوية خضرة. اللي جبته هو شوية نعناع وقريفوت وبقدونس. هيدا رمان. لقيت على الأرض حبتين حامض، قلت بجيبهم أحسن ما يضلوا. حجيب كمان فليفلة. هيدي الفليفلة أكتر من هيك ما رح تكبر لأن بآخر أيامها، يعني بعد هيك بتبلش تحمر. الحمد لله رب العالمين، نعم الله كتير. كل هدول الخضرة جبتهم من حوالي بيتنا. هيدا بيت البلاستيك مزروع بندورة بس بعدهم كتير صغار. هيدا كزبرة وبقدونس مزروعين حد بعض. بدي اجيب شوية بصل أخضر. بدكم تعذروني على طريقة التصوير لأن حاملة الجاط بإيد والتليفون بإيد تانية. هيدي نبتة دراغون فروت. بدي اجيب كمان اوراق حامض مشان اكبسهم مع الزيتون. بلشتوا مثلنا بكبس الزيتون ولا بعد؟ انا بحب كتير الزيتون لما بيكون جديد وبهيدي الايام، يعني بتحسوا بعد شهرين يعني بيصير عادي ما كتير مرغوب. اوراق الحامض بدي احطهم على وجه المرطبين. انا دقيتهم تقريبا من امبارحه، اول امبارحه عفوا، ونقعتهم بالمي وغيرت لهم ميتهم كذا مره لحتى لي يحلى. بدي احط معهم اكيد فليفله حاره. هدول العيدين انا بحطهم على وجه المرطبين كرمال ما يطلع الزيتون لفوق. وهلا بدي بلش مباشرة بتحضير الغدا. قلت برتاح من الزيتونات مشان اشتغل بالغدا على راحتي. حكوا معي اخواتي وجايين لعندي فقررت اعمل كبسة مع التبولة. رح جهز التبولة واغراض الكبسة قبل ما يوصلوا كرمال لما يوصلوا دغري نخلص. بما انه البقدونس بياخد وقت فحبلش فيه اول شي. بدي اقلي الفريريج لحتى لي حتى مع الكبسة، وما بيأثر يعني اذا قليتها من هلا لان هيك بتنحط مع الرز باردة. وهيدا كان غدا اليوم. مثل ما نكون شايفين عملنا بطاطا مقلية، كبسة، تبولة، وكان في حمصية. وهيدا كان فيديو اليوم، وبشوفكم بفيديو جديد. باي.